زي ما شفنا جوجو اللي بترجع لسنة ورا وبتكون اكتشفت حقيقة أهلها وحبيبها وبتقرر تنتهز الفرصة عشان تنتقم، وبتختار دجوج هو اللي هتنتقم بيه وهو بيجاريها في لعبتها. تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في ملخصنا النهاردة، يلا بينا. وقفنا عند دجوج لما وقع وجوجو بتحاول تلحقه والإسعاف بتيجي تشيله وبتوديه المستشفى، وبتبقى جوجو قلقانة وعايزة تطمن وبتطلب من الدكتور يجي يشوفه، وبتبص تلاقيه مش في السرير فبتفضل تلف حوالين نفسها راح فين فجأة، فبتلاقيه بيشدها وبيقول لها أنا كنت بدور عليك، فبتقول له أنت كويس فيك ايه؟ فبيقول لها أنا تمام بس يلا نمشي، علاجي مش هنا، خليني اروح البيت عندنا هكون احسن. وبيروحوا البيت وتاني يوم الصبح بتصحى جوجو على صوت حد بيرن جرس الباب، وبتفتح بتلاقي بنت اول ما بتشوفها بتقول لها فين دجوج؟ فبتقول لها في اوضته. انت مين؟ قالت لها انا صاحبتها عن اذنك، وبتخش تطمن عليه. وبتفضل جوجو قاعده باصه مستنيه صوت اي حد يخرج بس مفيش، وبتكون بتعمل اكل. فشويه وبتخرج البنت وبتقول لها اسفه انا نسيت اعرفك عليا، انا اسمي بارك مين كيونج، وبتديها الكارت وبتكتشف انها دكتوره نفسيه. فبتبص لها فبتقول لها الدكتوره بصي هو مش تعبان، دي حالة الهلع رجعت له تاني بس للأسف بشكل أوحش من أي مرة، فأرجوكي خلي بالك منه ويا ريت ما يتعرضش لتوتر. فجوجو بتقول لها ثواني بس، هو دجوج بتجيله حالة هلع؟ فبتبص لها الدكتورة وبتقول لها ايه ده انت ما كنتيش تعرفي؟ ولسه هيتكلموا فبيقوم يخرج دجوج وبيقول لها انت ما سمعتيش في المهنة دي عن حفظ أسرار المريض؟ فبتقول له دي هتبقى مراتك، اخبي ليه بقى؟ فبيقول لها طب يلا نورتينا، وبيطردها بره. فبتبص له جوجو وبتقول له ده بجد؟ طب انا المفروض اعمل حاجة معينة عشان تبقى كويس؟ فبيقول لها تجاهلي اخويا وكل حاجة هتبقى كويسة. فجونج ووك بعدها بيكلم جوجو وبيقول لها انا بقول نتقابل النهارده تعويضا عن امبارح. فبتقول له لا شكرا، ولو في حاجه هحب اسمعها فهتكون من دجوج. فبيقول لها يعني كنت حابب اوضح لك القصه اللي حصلت زمان بيني وبينه بس انت ادرى. وبتقفل معاه وبتدخل عند الجده ليه تايجه، فبتسالها هل دجوج يعرف انك هنا؟ فجوجو بتقول لها لا، فبترد تقول لها تمام انا جايباك اسالك عن حاجه، انا قابلت ابوكي وهو عايز مساعده عشان يمشي شغله وكده، فانت شايفه ايه اساعده ولا لا؟ فبتستغرب ان الجده عايزه رايها، فبتقول لها انت رايك مهم لان انت عروسه العيلتين دلوقتي. فبتقول لها بصي انا هقولك بصراحه ساعديه. فبتقول لها انا كنت عارفه انكم طمعانين فينا. فبتقول لها لا بس يعني بنظره عامه مش لازم شيء مخصوص. فبتقول لها خلاص طالما قلتي كده هساعده. وبيتجمعوا عشان يحددوا ميعاد الفرح، فالاب بيقول بعد شهر، فام دجوج بتقول لا بعد اسبوعين حلو جدا. فدونا اخت دجوج بتقول لهم يا جماعه انتوا ناسيين ان لسه في فستان وحاجات هتتعمل، اسبوعين ايه بس شكلهم خلاص هيعملوه كمان اسبوعين وخير البر عاجله. وبيجي جونج ووج وبيسلم عليهم وبيسمع ان الفرح كمان اسبوعين، فبيستغرب وبيبص لاخوه بيقول له انت مستعجل ليه يا ابني ولا انتوا بتداروا على حاجه؟ فتحترم نفسك يا بقف انت. فبيرد دجوج ان مش في وجود العروسه طيب ما تحرجهاش. فبيقول له اه سوري اتقالت بعفويه، وبيطلع وبيسيبهم عفويه برضه. وبعدها بتتكلم معاها حماتها وبتقول لها كلم ماما بقى اتفق انا وهي. فبتقول لها لا مش هيبقوا مهتمين اتفقي معايا انا. فبتبقى عايزه تقول لها دول متبريين منك بس بتسكت. وعلى سيره الحربايه بتاعتنا اللي كانت بتكلم مدير اعمالها اللي بيجيب لها كل اخبار الجد، اللي بتكتشف انه خرج من المستشفى وقابل الجده وقدم لها فلوس كمان، فكده الموضوع بيوسع مننا. وفي الشغل بيبقوا عايزين يعرفوا اخر اخبار دجوج وخطيبته، سي هيوك قاعد مستني يعرف اي معلومه. وبعدين بتكلمه بنت الاستقبال وبتقول له ان في حجز في نهايه الاسبوع عشان فستان الفرح باسمك انت والمدام، والف الف مبروك. وفي البيت عند جوجو بتقدم لهم دعوات الفرح مع دجوج على العشاء، وحربايتنا بتقول لها لحقتوا تطبعوهم مش معقول. فبتقول لهم جوجو اوعوا ما تجوش. فبيرد ابوها بيقول لها اكيد هنيجي. فبتفطس من الضحك. فيرا بتقول لها ايه انت اصلا مش بتحبينا جايبانا كمالة عدد ولا ايه؟ فابوها بيقول لها عيب كده يا يورا، وبيبص لمراته بيقول لها بقول لك ايه اهتمي بقى بيورا عشان انا جايب لها عريس ابن ناس محترم. فبتقوم يورا وتسيب لهم الاكل وبتقول ان عندها عيد ميلاد صاحبتها مش هتقدر تحضر سوري. وبالليل بتكلم ليه جونج الحربايه جوزها وبتقول له انت ازاي تخرج يورا بالمنظر ده؟ فبيقول لها ما انت لو ربيتيها كويس ما كانش ده حصل. فقالت له بص الخطه الجايه اني امسكها المعرض، ايه رايك؟ احنا عيله ولازم نثق في بعض. فبيقول لها طب نديه لجوجو احسن. فبتقول له نعم. فبيقول لها اه دي هتبقى مرات الوريث بتاع شركات تاي جاي اللي جاي لازم يبقى ليها مركزها. فبتقول له طب خد الدواء بتاعك يا حبيبي. وعند جوجو ودوجوج بيحجز مكان الفستان هو اللي كانت هتختار فيه فستان خطوبتها الاولى. فبتقول له انت بتهزر ما لقيتش الا المكان ده. وجو اصلا العمال بيعتذروا لسيهيوك عن الغلطه الفظيعه اللي حصلت، وبيتمشى شويه وبيتصدم باللي شايفه. وبتكون جوجو جوه بتلبس فستان مطلعها ملاك وشكلها حلو قوي، وبيعجب دوجوج وبيسال مصمم الازياء وبيقول له هو بيرفكت عليها بس لو العروسه تضحك شويه كله هيبقى تحفه. فبيحاول يخليها تضحك لحد ما بيدخل سوهيوك وبيقول لها انت خلاص ضاقت بيك الدنيا وجايه هنا وجايباني عشان تذليني يعني؟ انا ما كنتش اعرف انك ممكن تعملي كده. وهي بتحاول تبرر فبيقول لها ما تبرريش مش عايزه اسمع منك حاجه. فبيقف دوجوك وبيقول له لا الزم حدودك معاها. فبيقول له يا عم دي كانت فرحانه اكتر وهي بتختار معايا كل حاجه، دي ولا كانها مغصوبه، بس عامه اتمنى لكم السعاده مع اني مش شايفها. وعند الحربايه بتقابل جونك ووك وبتقول له انت اكيد عايز الفرح يمشي كويس. فبيقول لها اكيد مش فرح اخويا. فبتقول له والله اللي عندي ممكن ما يعجبكش، وبتوري له ان الجده قابلت الجد واداها فلوس
فلوس بينهم قديمه ودفع اكتر، وكل ده عشان بس يقبلوا بجوجو كعروسه. لا هما بيفكروا في حاجات تانية وعينهم على حاجه تانية. فبيقول لها زي ايه؟ فبتقول له يعني زي شركه تايجا اللي انت بتحاول تحافظ عليها. وبنروح عند جوجو اللي بتبقى قاعده بترسم كالعاده وبتفتكر كلام سهيوك، فبتلاقي ان رسمتها بتدل على الحزن، فلسه هتبوظها خالص. بتلاقي جون كووك بيرن عليها وبيقول لها انه عايز يقابلها، فبتقول له تمام فين. وعند الحربايه كانت بتحاول تجيب ليورا عريس، وبتقابل صاحبتها وابنها اللي بدات تخطط انهم خلاص هيتجوزوا ويعملوا مصانع كتير سوا. بس بتيجي يورا لابسه طقم مش شبهها وبتقل ادبها وهي قاعده وبتبوظ الدنيا وتستفز الواد. بس بيجي جون كووك يضربه ويقول له يلزم حده معاهم، ويقول للحربايه مش معقول كل ما اروح الاقيكي كده كتير. بس نظره يورا ما كانتش بسيطه. وبعدها جوجو بتيجي المكان وبيقول لها يعني قررت تيجي تشوفيني؟ فبتقول له انت اللي اصريت، حبيت افهم. فبيقول لها طب ايه، مش عايزه تسمعي قصه رجلي وحصلت ازاي؟ فبتقول له ما يهمنيش. فبيقول لها امال ليه جدك بيحاول يدفع فلوس قد كده عشان الجوازه دي تتم؟ وهي يا عيني بتبقى مش فاهمه حاجه اصلا. فبتقول له انت بتتكلم عن ايه؟ ولسه هيتكلموا بس بيجي دوجوك وبيتخانقوا سوا وبيضربوا دوجوك، وبتبقى فضيحه بجلاجل. وبتتفرج عليها يورا وبتقول لامها انا عايزه القز الكبير ده، فكك من البطه الصغيره، خلينا في جونج وو. فبترد امها وبتقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قالت لها اللي سمعتيه، لما تظبطي الدنيا عرفيني. وعند جوجو بيدخلوا البيت فبيقول لها دوجوك انا طلبت منك ما تقابلهوش وانتي روحتي، مفيش مخ. فبتقول له انا كنت بس عايزه اساعدك. فبيقول لها لا كتر خيرك. فبتقول له انا عايزه افهم بس. فبيقول لها لو فهمتي وانا اتكلمت هتكوني بتعدي الحدود اللي انت حطاها، وانا مش عايزه احطك في الموقف ده. وبيسيبها وبيمشي. وعند دوجوك في الفندق بيكلم جوجو يطمن عليها، فبتقول له انا في مشوار في السريع كده وهروح. وبتكون هي عند جدها اللي بتقول له ما تحسش بالذنب من ناحيتي خلاص. فبيقوم هو يدعبس في الورق وبيجيب لها صوره ليها هي وامها الحقيقيه، وبيقول لها دي امك بس صورتها ما بتبقاش باينه. وبعدين بتيجي الحربايه فبيضطر ان يخبي جوجو. ولما بتدخل الحربايه بتقول له ايه اخبار صحتك، شايفه صحتك جت على القعده هنا. فبيقول لها هاتي من الاخر. فبتقول له انا عرفت انك قابلت الجده واديتها فلوس وكده، مش عيب على سنك انك تعمل كده، انت طمعان في الشركه ولا ايه؟ وبتاخد بالها من طرف فستان جوجو فبتقوم تشوف ايه ده. فبيقوم لها ويقول لها عايزه ايه يعني؟ فبتقول له تكتب اسهم الشركه اللي باقيه باسم يورا، وتسكت وتبطل تحس بالذنب من ناحيه ان جوجو هي الوريثه الشرعيه لابوها وهي الاحق بكل ده. فاهم ايه الصدمه دي؟ المهم عند دوجوك بيروح البيت يدور على جوجو وما بيلاقيهاش، وبيقلب في حاجتها لحد ما بيجيله تليفون من الاسم عنها وبيروح لها جري. فبيلاقيها في عالم اخر ورجليها متعوره، فبياخدها وبيطهر لها رجليها وبينيمها وبيفضل جنبها للصبح. وبيجي يوم الفرح وجوجو بتتزوق بس هي مش معانا اصلا، والناس بدات تيجي الفرح وهي قاعده جوه. فبتدخل لها الحربايه وبتقول لها الف مبروك، ابوكي كان نفسه يجي والله بس تعب. قال يعني انت كنت فاكره انه هيمشي بيكي بجد النهارده؟ وبتسيبها وبتمشي. وجوجو من غلها كانت هتكسر الفازه على راسها لولا ايد حد اتدخلت. فيا ترى مين اللي مسكها؟ ايوه زي ما خمنت صح، اللي مسك ايديها كان دوجوك. قال لها اهدي ما تبوظيش اللي بنعمله دلوقتي. فبتقعد تعيط. فبيقول لها قولي لي اقدر اخليكي مبسوطه ازاي؟ فبتقول له ان انتقم، هتساعدني؟ فبيقول لها انا وعدتك بده وهننفذه سوا. وبيخرجوا بره للفرح وبيتم الفرح في جو جميل عائلي بين ناس فرحانه وناس هتموت من الغيظ. وبعدها بيسلموا على الاهل وكله تمام. ولما بيجوا يسلموا على الحربايه بتحضنها جوجو وبتقول لها ابوكي كان نفسه يبقى هنا. فبترد عليها ما انت السبب انه ما جاش. وبتحس بلذه الانتصار لما حرقت دمها. انا شميت ريحه الشياط فعلا. وبعدين بييجوا ياخدوا صوره جماعيه بتظهر فجاه يورا بفستان فرح هي التانيه وبتقول لها الحمد لله لحقتك عشان نتصور، وبتاخد صوره معاها وبتنزلها. وبعدين جوجو بتسيب ايديها وبتقول لها خليكي فرحانه بالصوره والكومنتات وكده، وانا هبقى فرحانه بالراجل اللي اتجوزته. وبينتهي اليوم وبيروحوا. فدوجوك بيقول لها مش عايزه نشرب حاجه. فبتقول له كان على عيني بس انا تعبانه وعايزه انام. فبيقول لها تمام اشوفك بكره. فبيصحى بكره وبيلاقي البيت هادي، فبيبدا يطلع اكل يعمله وبيلاقيها سايبه له نوت انها مسافره يومين حته كده. فبيقول مراتي قررت تروح شهر عسل لوحدها. وعند جوجو بتبقى قاعده في مكان هادي وحلو على البحر وكل اللي حواليها اما قابل او عيله. فبتفتكر كلام دوجوك لما قال لها مش هسيبك تعملي حاجه لوحدك. فبتقول وانا كنت مستنيه ايه يعني، ما انا اللي عملت كده. فبتبص وبتلاقي دوجوك في وشها وبيقول لها اخيرا لقيتك، ده انت قطعتي نفسي. فبتقول له وانت عرفت مكاني ازاي؟ قال لها ما تشغليش بالك بس ليه بحر؟ فبتقول له البحر جميل. فبيقول لها هو جميل بس انا ما بحبوش. وبيبدا بقى يحكي لها قصته هو واخوه. زمان كانوا في حفله على البحر على مركب، ودوجوك كان عايز يهزر مع اخوه ويخده، فانفزع اخوه ووقع موبايله في البحر. فقال له دي ذكرى من امي وانت لازم تنزل تجيبه. وقعدوا يزقوا في بعض لحد ما جون كووك هو اللي وقع والكل افتكر انه زقه. فقالت له وبعدين حصل ايه؟ قال لها ابدا، من يومها وجون كووك مفيش يوم الا وفكرني باللي حصل، فسبت له البيت خالص وبعدت. بس يا ستي ودي قصه حياتي. وبعدها بيقفوا قدام البحر وبتقول له عشان كده تعبت يومها وما كانش لازم تيجي. قال لها كنت قلقانه عليكي وانت عارفه انا هنا ليه. فقالت له يا ترى ليه؟ قال لها عشان انت وحشتيني، وبصراحه بقى يا جوجو انا معجب بيكي فما تبعدنيش عنك. وقام واخدها في حضنه. عصافير كناريا يا اخواتي. وعند سيهيوك قاعد بينق عليهم وبيشربوا بيقول زمانهم دلوقتي هيصينوا مبسوطين. فبتكلموا يورا وبتقول له بقول لك ايه، تعالى خدني من المكان الفلاني. فبيروح لها فعلا وبيكون في ناس بتضايقها
بيسرقها فبيضربهم، وبتقوم واخداه يورا ويطلعوا يجروا ويستخبوا. فبيقول لها انا مبسوط انك اتصلت بيا انا، فبتبوسه من خده وبتقول له شكرا انك جيت. فهو بينتهز الفرصه وبيبوسها بقى وملناش دعوه بيهم دلوقتي. وعند دوجوك وجوجو بيروحوا الفندق وبيقعدوا يتعازموا مين هيستحمى الاول في الحمام المكشوف ده، لحد ما دوجوك بيقول لها ان الازاز بيتفايم تكنولوجيا بقى. فبيدخل يستحمى الاول وبيخرج يلاقيها فرشاله على الارض ونايمه، فبيجي جنبها وبينادي عليها فبتعمل نفسها نايمه، فبيعرف انها سامعاه فبينزل ينام على الارض زي ما هي عامله، وبيقول لها نامي كويس عشان بكره نقضيه سوا. وبيجي الصبح على سيهيوك ويورا اللي طلعوا الفندق فوق، وبتخرج يورا تستحمى وتقول له قوم انت كمان يلا خلينا امشي. وبينزلوا يفطروا، فبيسالها هيحصل ايه لو عيلتك عرفت اننا خلاص مرتبطين، فالبنت كانت هتشرق، فبتقول له ما اقول لك ايه، ما تقوم تجيب لي ميه وتسكت شويه. والناحيه التانيه بيصحوا دوجوك وجوجو وبيخرجوا يتمشوا على البحر، وبتحاول جوجو تخليه يحب البحر، وبيقلعوا الكوتشيهات وبيفضلوا يتمشوا ويلعبوا في الميه في جو لطيف جدا. فبيجي بالليل وبيدخلوا الاوضه، فبيقول لها ارجوكي هنام جنبك ومش هتحسي بيا، فبتقول له لا ما تبقاش عيل صغير نام في الارض، فما بيرضاش وبتقول له خلاص هنام انا. فبيقول لها ايه ده على فكره احنا كبار والمفروض يبقى في ثقه، عيب والله. فخلاص بتبقى هتنام في الجنب بتاعها، فبيقول لها هو انت ليه مش واثقه فيا ومش مخليانا نبقى زي البشر الطبيعيين؟ فبتقول له عشان انا حياتي مش طبيعيه اصلا، وبتحكي له انها بنت ابوها بجد وان الحربايه عارفه وساكته، وبتفضل تعيط. فبيقول لها خرجي كل اللي جواكي. فبتقول له بس يا دوجوك انا مش قادره احب حد، انا مش هعرف دماغي فيها اصوات كتير. فبيقول لها طب سيبينا سكتها لك ونسيبهم بقى ملناش دعوه بيهم. وتاني يوم بيكونوا راجعين من السفر، وبتكتشف جوجو ان امها بتبيع لوحها الناس بره، فبتحب تستغل ده لمصلحتها، فبيروحوا على بيت اهلها عشان ياكلوا سوا وتطمن على ابوها، وبتقول لهم انها قررت تاخد المعرض، فابوها بيوافقها على الحل ده. فطبعا بتعترض الحربايه وبنتها، وازاي ان المفروض يورا هي اللي كانت هتمسكه وانها مشهوره وهتنجحه. فبتضحك جوجو وبتقول لها وانا ما قلتلكيش ما ماما الله يبارك لها خلتني اشهر من النار على علم، لانها كانت بتبيع لوحي بره، فما بقاش بينا فرق يا يورا. وبتطلع يورا تكسر الحاجه في اوضتها، وامها بتطلع لها تهديها وبتقول لها ما تعمليش كده اهدي. فبتقول لها انت مش شايفه ان جه وقت تنفذي كلامي ولا انت مستنيه ايه؟ فقالت لها اهدي بس وهنحل الدنيا، انت عارفه انا بحبك. فبتقول لها بس كدب انت بتستغليني لمصالحك بس. فبتضربها امها بالقلم، فبتقول لها يورا خلاص فرقتي ايه عنهم دلوقتي. فبتحس الام انها جرحت احساسها، فبتقعد تعتذر لها. اخرة الدلع المرق. وعند جوجو ودوجوك بيروحوا بيت اهله، وبتفتح حماتها دراعاتها لجوجو بتقول لها يلا يلا عشان ناكل وحشتونا. فبيقعدوا عشان ياكلوا، وبيتفاجئوا بجونج ووك داخل يقول له ايه ده العرسان هنا كمان حلو، عندي لكم خبر حلو. وبتدخل بعدها يورا، فالكل بيتفاجئ بيها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لهم ابدا انا وجونج ووك بقينا مرتبطين دلوقتي. والكل بيتفاجئوا باللي بيقوله جونج ووك، وانه ازاي يعني فجأة قرر يرتبط بيورا. فبتقوم دونا تقول لها انت يا حربايه انت بتلعبي على اخواتي الاتنين. فامها بتقول لها هدي اعصابك يا حبيبتي وما تنزليش نفسك لمستواها. فجونج ووك بيقول لهم انا بحبها واتمنى انكم توافقوا على جوازنا، واخيرا لقيت اللي يقبل بيا. فدوجوك بيضحك وبيقول له هتتجوزها عشان حبيتك، ده ايه الدراما دي؟ فبيمسكوا في خناق بعض، بس الجده بتقول لهم ايه هتتخانقوا قدامي؟ يلا يا جونج ووك وصل يورا، وانت يا دوجوك روح انت ومراتك صدعتونا. وبيخرجوا بره، وجوجو بتوقف يورا وتقول لها وانت ايه المهزله اللي بتعمليها دي؟ فبترد عليها انها من العيله ومن حقها تكون هنا، انت اللي مش من حقك تكون هنا. قال يعني انت اللي من حقك يا يورا. فدوجوك بياخدها وبيمشي، وبيوصل جونج ووك يورا لحد البيت. فبتقول له انت ازاي تتخانق مع دوجوك قدام العيله؟ المفروض نحاول نرضيهم. فبيقول لها والله دي مهمتك انت مش انا. فبتقول له ازاي انا ماما دافعه؟ فبيقول لها هي اللي دفعت مش انت، ويلا خدي الباب في ايدك. وبتنزل وهي متغاظه وعلى اخرها. وتاني يوم عند الحربايه في المعرض بتبقى بتخسر مبيعات كتير وكانها بتنهار، بس بتدخل جوجو تقول لها يا صباح الخير. فبتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لها بصي انا عارفه الازمه اللي انت داخله عليها وجايه لك عشان احلها. فبتقول لها الحل هو انا. فبتستغرب الست الحربوقه، بس مفيش وقت لان بيدخل الصحفيين وبيبداوا يسالوهم اسئله وكده، بما انها بقت حرم دوجوك وعرفتهم على الحربايه. وبعدها قعدوا وحطت جوجو رجل على رجل وبدات تتشرط لشغلها في المعرض، وانها هتعمل لوحات كبيره وهتبدع. فالحربايه طبعا ما بتصدقهاش، وبتقول لها انت عايزه تصطادي في الميه العكره تكسبي فلوس وشهره على قفايا. فبتقول لها لا ليه بتقولي كده، انا بس عايزه خدمه صغيره. وبتاخد منها لوحه اساسيه في المعرض بتاعه فنان مشهور قدام كل الشغل اللي هتشتغله حاليا. فبتوافق الحربايه وبتاخد اللوحه وبتتنازل رسمي. وبعدها بتطلع جوجو على ابوها تطمن عليه وتحكي له الكارثه اللي عملتها يورا، وان ما ينفعش تعمل كده ولازم تعقل. فبيقتنع ابوها بكلامها، وبتقوم تعمل له مساج وتقول له ايه ده بقى عندك شعر ابيض استنى اما اشيلهولك. وفي الحقيقه هي كانت بتاخد عينه عشان توديها معمل وتتاكد انه ابوها. وبالليل لما بترجع الحربايه بتدخل تلاقي جوزها في البلكونه، فبيقول لها اتاخرتي. فبتقول له الشغل يا اخويا ومرمطت الشغل. فبيقول لها اللي حصل من يورا ما يتكررش. فبتقول له انت عرفت ازاي؟ فبيقول لها مش مهم، عقلي بنتك بدل ما انت ماشيه على طاعها كده، مش ناقصين وجع دماغ من نسايبنا. ومن النجمه بتقوم الحربايه تروح عند المستشفى اللي قاعد فيها الجد، وبتلاقيه اختفى ومشي ومش عارفين له طريق، وسايب لهم ورقه فيها سيبوني عايش حياتي بقى يا عيله نكد. وطبعا بتتنرفز زياده وبتفتكر انه ضحك عليها
لما قالت له اكتب نصيبك في الشركه باسم يورا، وبتروح عند واحده عرافه كده وبتدي لها فلوس وبتقول لها الحاج ده ما جاش عندك قبل كده، فبتقول لها والله هو لا، لكن جه قبل اللي سأل عليه. وبتعرف ان الجده ليه تاي وجوجو عرفوا الحقيقه، فبتبقى هتولع وعايزه حد يكلم المطافي. وعند يورا اللي لسه بتقابل سي هيوك بيكونوا قاعدين سوا، فبتقول له اخبار الشغل عندك ايه؟ يا ترى دوجوك ساب الشغل ولا حاجه؟ فبيقول لها لحد الان لا، بس ليه بتسالي؟ فبتقول له ابدا، اصل باين كده ان جدته من زمان بتحاول ترجعه يعني. فبيقول لها انت بتقولي كلام غريب. فبتقول له انا قلقانه، جوجو بتحاول تدمر حياتي من كل ناحيه. فبيقول لها لا، جوجو بتقول كده بس عشان انتوا بتكرهوها. فبتقول له بنكرهها؟ لا احنا كنا بنعاملها بنفس معاملتها بس مش اكتر. فبيقول لها انا بحاول اوصل لك. فبتقول له لا توصل لي ولا توصل لها، انت لسه بتفكر فيها؟ هي نكدوا. فبيقول لها لا. فبتقول له بس كل شيء بان وانكشف، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتروح يورا البيت وبتقابل الحربايه امها وبتقول لها انا طهقت من الدنيا. قالت لها معلش استحملي، لازم ناخد موافقه عيله جونج ووك وبعدها كل شيء هيتحل. فبتقول لها يو بقى انا مش عايزه اشوف جوجو تاني. وتاني يوم بيقابل المدير اكيم جوجو في كافيه وبيقول لها ان شكله والله اعلم الحربايه عارفه انك وريثه حقيقيه، بس انا لسه بنخرب وراه. فبتقول له بس انا عملت اللي عليا وجبت لك اللوحه اللي عاجباك، همتك معايا بقى. وعند دوجوك بيكون في الشركه وبيكلم دراعه اليمين اللي قاعد معاه في المكتب وبيقول له ان ليه ما يكونش هو المدير. فبيقول له بتتكلم بجد؟ طب انت ايه هترجع لمجموعه تايجا ولا ايه؟ فبيقول له ايه ده عرفت منين؟ فبيقول له يعني كان شيء باين من يوم ما مسكت الشركه دي لوحدك انك في يوم هترجع لهم بديهيا يعني. وشكل كده دوجوك هيحقق شرط امه من غير ما يحس. وعند سيهيوك بقى بيبقى عند بيت جوجو ودوجوك وبيفكر يرن الجرس ولا ما يرنش، لحد ما الباب بيفتح وبيخرج منه بيونكا بيجيب ورق مهم. فبيقوم مسهيه وبيدخل جوه البيت وبيقعد بقى يتفرج على المكان وبيدخل اوضه جوجو ويبص فيها وفي رسوماتها. وبعدين بيلاقي ورقه طالعه بره، فبيفضل يحارب ضميره لحد ما شيطانه بيكسب طبعا وبياخد الورقه يقراها وبيتصدم. تفتكروا ورقه ايه دي؟ المهم بالليل دوجوك بيكلم جوجو بيقول لها ايه فينك؟ فبتقول انا داخله على البيت انت فين؟ فبيقول لها مستنيك يا قمر. فبتدخل البيت وبتلاقيه محضر اكل وبيحط لها وهي بترسم. فبكل تلقائيه بتقوم ماسكه المعلقه وبتاكل تحت صدمه دوجوك انه مش مضطر انه يدوق لها حتى. وقال لها انت اكلتي؟ فبتقول له تسلم ايدك، ولا اجدعها الشيف شربيني. فبيقول لها لا انت اكلت لوحدك. فبتستوعب انها بدات تتغلب على الفوبيا اللي عندها وهو بيكون فرحان بيها. وبتبدا تقول له انها هتواجه الحربايه في انها بنت ابوها لان شكلها عارفه. فبيقول لها بس ده ممكن يأذيك. فبتقول له مش مشكله، هاجي هنا واكل اكلك وكله هيكون تمام. انا شايفه شراره الحب بتكبر ولا انتوا شايفين ايه؟ المهم وبتساله وانت هتعمل ايه من ناحيه اخوك؟ شكله هو ويورا مش هيجيبوه على البر. بقول لك ايه، مش بتفكر ترجع لشركه تايجا؟ فبيقول لها لو كنت جيتي من كام شهر كنت قلت لك لا. وبيبدا يفتكر زمان ان حلمه كان يطلع زي جدته وانه شايف الشركه زي البيت الكبير، بس حاليا هو حابب بيته الصغير مع جوجو وهيعمل المستحيل عشان يحميه. وعند سيهيوك بيرجع بيتهم وهو شايل هم الدنيا وامه بتفضل تزعله انه ما جاش من بدري عشان يساعدها وهو اصلا في ملكوت تاني. بيخرج الورقه وبيبص عليها تاني وبعدين بيحطها على جنب وبيقفل اليوم على كده. وتاني يوم بينزل دوجوك عشان يتغدى مع جوجو اللي واقفه مستنياه تحت. فبيجي سيهيوك يلاقيها في وشه وبيقول لها والله زمان يا جوجو عامله ايه؟ فبتقول له كويسه. فبيقول لها مستنيه جوزك؟ قالت له في حاجه؟ فقال لها هو انت بتحبيه؟ فما ردتش. فبيقول لها يبقى مش بتحبيه؟ قالت له مين قال لك؟ انا بحبه جدا بس مش هقول لواحد زيك معلومه زي دي. فبيجي دوجوك في الوقت ده وبيقول لها كلامك صح يا حبيبتي واتمنى انك تبعد عنها يا سيهيوك وملمحش تفك جنبها. وبياخد جوجو وبيمشي. فبيبص سيهيوك للورقه في ايده كانه اخد قراره خلاص. وبعدها بيروح دوجوك وجوجو البيت وبيلاقي العيله كلها متجمعه. فبيقول لهم خير متجمعين يعني؟ فبيقول له جونك ووج ان في حاله طوارئ فمتجمعين. وبعدها بتبص له امه وبتقول لها ايه ده؟ فبيكون في ايديها العقد الجواز بتاعهم. فبتقول لهم انا عايزه افهم عملته كده ليه؟ فبيرد جونك ووج ان باين قوي هو عمل كده ليه عشان عايز يكسب رضا الجده طبعا. ويورا الحربايه بتكمل بعده وبتقول ان جوجو عملت كده عشان تخرج من بيتنا اللي اتكرمنا وقويناها فيه. فيا عين الجده ما بتستحملش الكلام وبتتعب وبيجيبوا لها دكتور وبتنام شويه. ودوجوك وقتها بيحاول يوضح موقفه لابوه بس بيقول له انا مش عايز افهم ولا اسمع. وبعدها بيتخانق دوجوك وجونج ووك ان وصلت بيه الجراءه ان يخش بيتهم وياخد حاجه تخصهم هم. بس بتخرج امهم وبتزعق لهم انه لا ده المكان ولا ده الوقت اللي يتخانقوا فيه. وبتدخل بعدها للجده وبتلاقيها صحيت. فبتقول لها قلقوني، كنت فاكره زمان ان لما دوجوك يبعد هيبطل هو وجونج ووك يتخانقوا بس طلع غلط، الفجوه بينهم كبرت اكتر. وتاني يوم وسط كل ده بيعمل دوجوك فطار رومانسي لجوجو وبيكتب لها صباح العسل افطري كويس عشان لسه مشوارنا طويل سوا. وبعدها بتكلمها مدرسه الطبخ وبتقول لها هتيجي النهارده؟ فبتقول لها والله على حسب حماتي هتيجي ولا لا. فبترد وبتقول لها هي ما قالتش انها مش جايه. فبتقول لها طب تمام. وعندي يورا بتروح تقابل اخت سيهيوك الجشعه دي وبتقول لها ها بقى عندك ايه ننتقم بيه من جوجو؟ فبتقول لها داخله على الحامي يعني بس لكل شيء مقابل وبتوريها. فبتفرح يورا وبتقول لها بحب الهجمات اللي ورا بعض دي. وعند دوجوك بيدخل عليه بيون وبيقول له مصيبه يا بروف مصيبه. وبتكون المصيبه ان اتكتبت مقاله زي العسل بايد اخت سيهيوك الجشعه عن قد ايه جوجو خطفت رجاله وانها سابت ده عشان ده اغنى وان
لان امها راحت وترجتها عشان ترجع لابنها ومنزله الصور والفيديوهات. وطبعا الناس بدات تتكلم عن ايه البنت اللي ما شافتش ربع ساعه تربيه دي، مش عشان حلوه يعني تعمل كده. وساعتها سوهيوك كان بيتفرج ومتحسر على اللي بيحصل، واخته بتكلمه وبتقول له ايه رايك، فبيقول لها انت اللي عملتي كده، انت ايه؟ فبتقول له بس اقفل انت هتصدعني، وبتبقى مبهوره بالشنطه الجديده. وساعتها دوجوك كان قاعد بيحاول يوصل لجوجو عشان يلاقوا حل للمقاله الزفت دي، بس بيكلمه اكيم وبيقول له هقول لك على حاجه مهمه هتفيدك. فبيسمع له ووشه بيتقلب 180 درجه. وعند جوجو بتبقى في حصه الطبخ، فالست الصفرة دي بتبص لحمات جوجو وبتقول لها ايه متخانقه مع مرات ابنك؟ فبترد وبتقول لها احنا زي الفل. فبتقول لها ما هو واضح هيتطلقوا قريب يعني. طب حلو الحق ادور له على بنت تانية، انت عارفه البنات كلها هتموت عليه. فبتقول لها ما تحترمي نفسك وروحي لم ابنك، مالكيش دعوه بابني. وبتقوم خناقه بينهم، بس بتتدخل جوجو وبتقول لها لو ما سكتيش هبلغ البوليس واوريهم الفيديو ده. فبتقول لها انت بتهدديني، وبتقوم ضرباها، بس بنتنا سترونج وبتقوم مدياها قلم زيه. وبتقول لها انا ما عملتش الا ردة فعل لعملتك. وبتيجي صاحبه المكان بتضرب الست الصفرة دي، بس قبل ما بتمشي بتقول لها جوجو اعتذري لحمات يا صفرة. وبعد ما فضينا الخناقه دي بتيجي حمات جوجو وبتاخدها على جنب وبتقول لها انا ما طلبتش منك تعملي كده، فما تعمليش كده تاني. فردت جوجو قالت لها ما انا ما كنتش هسكت على اهانه ليكي. فبتقول لها وبالنسبه للعقد بقى انا مش متخيله. فبتقول لها انا السبب في العقد ده، بس ما بتكملش لان بيجي دوجوكو بيقول لها يا امي ما تسمعيناش بودانك، اسمعينا بقلبك. جوجو اتعاملت بقسوه في بيت اهلها، وده كان اقل حاجه تضمن بيها حياتها معايا، بس كل ده اتغير لان احنا بنحب بعض. فبتقول له بص الواد هيبص لي ازاي. فبيقوم دوجوكو يقعد عند رجليها وبيقول لها ارجوكي ساعدينا المره دي. فبتقول له بص سيب لي الموضوع ده. وبعدها امه بتقابل الحربايه في بيتها، والحربايه بتقول لها شفتي انا حذرتكم انتوا اللي ما سمعتوش الكلام، بنتي ما تشرفش عيلتكم. فبترد وتقول لها برغم انك بتهتمي بكل حاجه في وش الناس الا اني مش فارق لك بنتك. فبتقول لها مش القصد، انا بس بحاول ارضى بالامر الواقع. فبتقول لها معنى كده هيسيبوا بعض؟ فبتقول لها ده لازم. فبتقول لها خلاص هبدا لك انا اجراءات الطلاق. فبتقول لها طلاق ايه؟ لا انت فهمتي غلط، انا بتكلم عن جون كووك ويورا. فبتبص لها الحربايه وبتقول لها نعم. فبتقول لها لا اصل انا مش هنول الناس الحقوده مرادها ويتطلقوا، وبعدين انا كنت معاهم في العقد، اصل اتشرطت على جوجو انها ترجع دوجوج الشركه وانا اقبل بيها، فما اظنش ان في حاجه عيب في الموضوع ولا ايه. فبتبص للحربايه وبتقول لها شكلك متفاجئ باللي بيحصل. فبتقول لها انت ازاي واقفه في صف ابنك وسايبه الابن التاني؟ صحيح مرات الاب هتفضل مرات اب. فردت عليها قالت لها انا عملت اللي ما يتعملش عشان اتفادى ان الجمله دي تتقلي، وبرضه بتتقلي، فمش فارقه بقى عن اذنك. وعند جونج ووك بيتكلموا الحربايه وبتقول له شايف امك بتعمل ايه؟ فبيقول لها معلش الحمد لله انها قالت كل اللي عندها. وبيقفل معاها وبيتصل على ابوه بيقول له انا بقول نعزم دوجوج على الغدا ونقعد نتكلم زي اي عيله متحضره. ووقتها بتكون قاعده جنبه يورا وبتقول له انت متاكد من اللي بتعمله؟ واضح ان مامتك واخده صف اخوك قوي. فبيقول لها هقدر لو ساعدتيني ودمرتي جوجو، ده هيساعدنا نكسب الحرب دي. فيورا بتسمع كلامه وبتكلم اخت سهيوك وبتقول لها شوفي لي اي حاجه تشعل الجو واحدث موديل هيكون عندك. وبعدها بيقابل سهيوك اخته وهي خارجه وبيقول لها على فين العزم؟ فبتقول له على كافيه. فبيقول لها عقلي بقى وبطلي جنانك ده، انت فاكره انهم مش هيعرفوكي عشان انت بتبعتي من البيت ومستخبيه في البتاع ده؟ فبتقول له بقول لك ايه هي دمرتنا ولازم تدوق حبه بقى، وبتسيبه وبتمشي. وبنروح لعمه الحاج اللي بيجهز الغدا زي ما ابنه قال له، وبيحضروا وبيقعدوا يتغدوا سوا. وبيبدا دوجوكو يقول انا اسف على اللي جرى. فبيقاطع جونج ووك وبيقول انا كمان اسف وان ما كانش المفروض اتدخل بالطريقه دي، بس بيرمي قنبله ان امهم كانت حاطه شرط ان دوجوكو يرجع الشركه. فقالت له ده كان شرط قديم بالنسبه لي. فبيقول لها انت عايزه تدمريني وتاخدي مني شغلي وكمان مش قابله بحبيبتي يا ست يا ظالمه، مش كفايه ابنك خلاني عاجز من 20 سنه. فبيرد عليه دوجوكو بيطلع موبايله وبيقول له انت هتفضل تلف كتير على الحكايه دي، انا ما زقتكش، انت اللي كنت عايز تزقني ووقعت وقتها لوحدك. وبيقول له هنا تسجيل واحد من الصيادين وصوتنا طالع فيه. فالام بتقول ان زمان دوجوك قال لها تنشره بس هي خافت يتقال عليها مرات اب شريره فسكتت وده جزتها. وطبعا ما استحملتش الجده كل الرغي ده تاني وصحتها على قدها قوي يعني. وبتاخد الجده دوجوك وجونج ووك وبتقول لهم انا لو فضلت اقول لكم ما تتخانقوش هتتخانقوا برضه، فيلا اتخانقوا. فبيبصوا لها باستغراب. فبتقول له دوجوك انت هترجع الشركه وهتنافس اخوك ومعاكوا سنه وانا هحدد مين اللي هيمسك الاداره. فبيخرج جونج ووك بعدها وبيكلم الحربايه وبيقول لها. فبتقول له طب ما ده خطر علينا. فبيقول لها انا عايزه يفشل وانت هتساعديني في ده في المده المطلوبه منه. فبتقول له اوكي بس شوف لي بقى مصلحه الشركه بتاعتي اللي قلت لك عليها. واضح اننا داخلين على منافسه شريفه. وبنروح لدوجوك اللي بيرجع البيت وبتخرج له جوجو وبتقول له جيت امتى؟ فبيقول لها لسه حالا انا هعمل اكل وناكل. فبتقول له انا صبرت نفسي باي اكله كده لحد ما تيجي وناكل. فبيروح حاضنها وبيقول لها انا كمان ما بعرفش اكل من غيرك، يلا ناكل بقى. يا سلام على الرجاله اللي بتطبخ، يا سلام. وفي الشركه بيحاولوا المساعدين يلاقوا حل لمشكله المقاله دي، وبيسالوا سهيوكو اللي بيقول لهم بصوا احنا نداري على الخبر وخلاص، لا نطلع نكدبه ولا نأيده. فالكلام بيوصل لدوجوك اللي بيقول له سمعت ان ده الحل بتاعك. فبيقول له ايوه. فبيقول له دوجوك ويا ترى انت عايز ما تحصلش مشكله ولا عايزها تبقى اسوأ؟ وبيروح يجيب له تليفون وبيوريه فيديو انه دخل بيتهم، وبيقول له انت كده مرتكب جريمه اقتحام باين وسرقه، واختك الله اكبر هريانه على النت.
النت، فاعمل معاك ايه؟ فبيقول له والله يا بينا قلت لاختي تمسح الكلام الهبل اللي كتبته ده، بس هي راسها ناشفه. فبيقول له دوجوك طب ويورا العقد بقى معاها ازاي، واختك اللي متحالفه مع يورا؟ لو عرفت لي تفاصيل الحاجات دي هفكر ما بلغش عنك، وما تنساش ده عرض ومش لمده طويله. وفي حصه الطبخ الناس بداوا يلقحوا على جوجو بالكلام، بس هي ما بتسكتش، وبتيجي جيمي المديره وبتقول لها كنت في الاول براقبك وخايفه عليكي منهم بس طلعتي قويه. فبتقول لها الدنيا وحشه بقى يا ابله. وبعدها بيروحوا يقعدوا سوا وبياكلوا، وبتقول لها جوجو انها تبطل تيجي خلاص لان علاقتها هي وحماتها بقت حلوه. فبتقول لها المديره انا عايزه نكون صحاب بره المطبخ وكده، انت شخص يستحق ان ندعمه. فبتقول لها جوجو طب ينفع اطلب خدمه، انا عايزه اتعلم طبخه معينه. وبعدها بتاخدها على المطبخ وبيطبخوا، وبتشوف حرق في ايديها وبتقول لها ده من زمان وعامل لي فوبيا خلاني ما اقربش من النار، بس شوفي بقيت بشتغل ايه دلوقتي. وبعدها بتروح جوجو البيت الجده وبتبدا تعمل لها اكله، وبتقول لها انا لما دوجوك بيعمل لي اكل ما بقدرش اقاومه، وده خلاني من حبي اتعلم الطبخ واعمل له واعمل لامي وليكي طبعا، فاتمنى يعجبك. وبعدها بتوصلها لبره وبتقول لها انا عارفه انكم متضايقين مننا، بس يعني الكبار دايما بيسامحوا الصغيرين مش كده؟ فبتقول لها الجده انت بتحبي دوجوك؟ فبتقول لها جدا، ده انت تقيله قوي يا جوجو. المهم بعدها بتسيبها وبتمشي وتروح. وبعدها الجده بتقعد تفتكر لما سالت دوجوك هو عمل كده ليه، قال لها انا خفت اخسر جوجو لاني لقيت فيها البيت اخيرا، فيعني هي ما عرفتش تبني له بيت، فلما يلاقي هو البيت هي تهدهوله، ما كفايه اخوه. وبتروح جوجو عند جدها وبتقول له انهم وصلوا للخدامه وقالت ان اللي سممها وهي صغيره الحربايه، وبتقول له يا جدو يا حبيبي لو تديني اصول الشركه بتاعتك استخدمها في الحرب اكون شاكره جدا ليك. فبيقول لها من غير ما تطلبي انا كنت هكتبهم باسمك، بس الشركه مش في احسن حال دلوقتي. فبتقول له ولسه ده الصفقه الجايه مش هتبقى بتاعتنا وربنا يستر على ابويا. وبنروح للحربايه اللي قاعده مع جونج ووج اللي بيقول لها ان الصفقه مش هترسى عليهم المره دي، والكلام جاي من جوه. فبتقول له وانا مش هسكت لجوجو وجدها عن اللي بيحصل. وعند دوجوك بيجي سوهيوك وبيقول له انا خليت اختي تحذف المقاله وعلقتها من قفاها على اللي حصل. فقال له دوجوك هو انت شايف ان ده كده كفايه؟ قال له طب انا اعمل لك ايه طيب؟ فقال له انا محتاج دليل ان يورا سبب اللي حصل. فرد عليه سوهيوك وقال له ما تجيبش سيرتها هي ملهاش دعوه. فبيرد دوجوك وبيقول له هو انتوا في بينكم حاجه؟ فبيرد سوهيوك ان من حقه يدافع عن حبيبته. فبيقول له هو انت ما تعرفش انها مصاحبه حد تاني ولا ايه؟ وعند يورا بتروح تقابل جونج ووك وبتكلم مامتها وبتقعد تقول لها حاولي تكسبيه واديله مركزه كده وما تنسيش هو مين برضه. وفي الوقت ده بيكون سوهيوك بيراقبها وبيشوفها فعلا قاعده معاه بيضحكوا وبيهزروا، وواضح انها ضحكت عليه، ما هو برضه ما حدش يثق في يورا يعني. ونروح لاخت سوهيوك الحربايه هي كمان اللي بتتقفش من البوليس وبتقول لهم انا ما عملتش حاجه. فبيقول لها الظابط انت متقدم ضدك شكوى يا انسه. وبتيجي تونا وبتقول لها والله يا عسل انت لو ما اعترفتيش بالحقيقه مش هتبقى نهايه حلوه خالص. فبتقول لها انا ما عملتش حاجه، ده جزاتي عشان بكتب على النت. فبتقول لها انت ما تعرفيش اذيتي عيلتي قد ايه، خليكي شاطره بقى ويلا قولي كل حاجه. وبره الاسم بيكون سوهيوك بيكلم يورا وبيقول لها اللي حصل. فبتقول له انت اللي عبيط ما خدتش بالك ليه؟ فبيقول لها انت السبب اصلا عشان انت اللي وريتي العقد لعيلته. فبتقول له طب والمطلوب مني ايه؟ فبيقول لها كلمي باباكي يعني يخرجنا. فبتقول له انا ما اقدرش اطلب منه كده، وبعدين دي شيلتكوا شيلوها انتوا بقى. فبيقول لها بس احنا عملنا كده عشانك. فبتقول له وانا ما قلتلكوش تعملوا كده، يبقى هات لاختك عيش وحلاوه بقى. وبتيجي جوجو عند الاسم فسوهيوك بيوقفها بيقول لها انا اسف. فبتقول له على ايه ولا ايه؟ فبيقول لها على كل حاجه، عن اني اذيتك واني اتخليت عنك واني استغلتك وما حبيتكيش زي ما حبيتيني. فبتقول له انا مش هخش اتنازل عن الشكوى عشان انت اعتذرت. فبيقول لها طب اعمل ايه؟ فبتكلم سي جين وبتقول لها مش عايزه خبر حصري. وعند دوجوك بيكونوا عاملين اجتماع عشان يصوتوا لدوجوك انه يكون رئيس القسم الجديد ونائب الرئيس بالمره. فالكل بيبقوا قلقانين من كلام الصحافه، وبيصطاد جونج ووك في الميه العكره وبيقول له لازم توضح اللي بيحصل، الصحافه مستغله الوضع بشكل مش لطيف يعني. فبيطلع دوجوك التليفون وبيقول لهم والله انتوا ولاد حلال لسه الخبر طازه، وبيقول ان مراتي حبيبتي كانت مرتبطه بواحد بيحب اختها الصغيره، وان اختها هي اللي خلته يطلع يقول كلام عشان يشوه سمعه مراتي، بس اظن كل حاجه بقت على المكشوف. والكل بيبدا يقول له هو ازاي في اخوات كده، ده مين دي؟ فبيقول لهم دوجوك ان اسمها يورا، وجيس وات بقى انها تبقى خطيبه جونج ووك. وبيرد له السؤال وبيقول له هتعمل ايه مع الصحافه ومنصبك المهم؟ فطبعا ما بيردش. فبيقول له دوجوك انا مش عايزك تجاوب، انا مش هاممني الموضوع ده، المهم عندي وهو ان في شكاوي كتير على المشروع ده، قول لنا يا جونج ووك انت مستعجل ليه على المشروع ده انه يخلص؟ فبيرد عليه جونج ووك وبيقول له انا مش مضطر اجاوبك. فبيقول له انا دي شغلانتي فابعد عن حياتي الشخصيه لاننا هنا في الشغل وبس. ويورا بتروح لامها زي الكتكوت المبلول وبتقول لها والله انا ما عملتش حاجه. فبتقول لها مفيش مفر، في ادله قويه، فاسكتي واسمعي كلامي. وبتجتمع حمات جوجو مع جوجو وعيلتها وبتقول لهم ما ينفعش اللي يورا بتعمله ده، دي بتهاجم عيلتنا مش جوجو بس، فلموا بنتكم بقى. فبتبص لها يورا وبتقول لها يا ماما. فبتقول لها بس تلزيق بقى يا بنتي، ايه ماما دي؟ وبتقول انها تاخد اجراء قانوني بقى ولازم يورا تدفع الثمن. وبتروح يورا تقول لجوجو طب سامحيني المره دي بس، طيب خلاص بقى ما تعيطيش. فبتستغرب جوجو فبتكمل يورا كلامها وبتقول لها انها اتضايقت بس انها اخدت دوجوك وهي كانت معجبه بيه، ولما تجاوزت الموضوع بحد تاني محدش رضي بيه عشان ده اخو دوجوك، فانا اسفه هعمل لك اللي انت عايزاه وهتنازل لك عن المعرض مش عايزاه. فبتقول لها جوجو انت بتخططي لايه بعد كل الكلام
الكلام ده. فبتقوم الحربايه تقول لها احنا اسفين يا بنتي عن اي حاجه، بس على الاقل ساعدينا في حوار الكارد ده حلم ابوك. فابوها بيقول لها تساعدني قصدك ايه؟ فبيكتشف ان طلب الكارد بتاعه اترفض وخلاص كده شركته هتنهار. فبيقول له جوجو انت كنت بتضحكي عليا، مش قلتي كل حاجه هتمشي؟ وبيقعد على الكرسي وفي مشروع جلطه باين. وبعدها بيودوه على المستشفى ومراته الحربايه بتقعد تقول له شايف ابوك عمل المستحيل عشان يجوز جوجو وسايبنا احنا بنغرق، بس ما تقلقش. وعند الجد بيكلم المحامي اللي بيقول له والله يا حاج انت مرفوع عليك قضيه وصايه ومعايا تقارير بتاكد ان مخك مش معانا، فالمحكمه هتقبل القضيه وموقفنا ضعيف فانا مش هقدر اساعدك. وهو اصلا بيكون قدامه فلوس قد كده. وبنرجع للمستشفى والحربايه بتقول لجوزها انها عشان تمنع الجد من انه يدي كل حاجه لجوجو ويدمرنا هي رفعت قضيه وهتكسبها وهتنقذ الشركه، وانت الفتره دي ارتاح وانا اللي همسك الشركه. وعند جوجو جدها بيقول لها كل اللي حصل وبتبقى مصدومه من الحركه الغير متوقعه من الحربايه. فبيقول لها صحيح اظن ان الكلام اللي قالته الخدامه ان الحربايه كانت بتكلمها وبتقول لها ايه اللي رجعك تاني موتك على ايدك ده غلط، هي ما كانتش بتكلمها، كانت بتكلمك انت، معنى كده انها كانت عايزه تقتلك وانت رجعت لها من الموت لتاني مره. فبتبدا جوجو تشك في حاجه وبتقوم وبتصور صوره المقال بتاع الحريقه. والحربايه بتخش الاجتماع بتاع الشركه وبتقعد على كرسي الرئيس. فبيقول لها ده كرسي الرئيس، قومي يا حبيبتي اقعدي في اي حته تانية. فبتقول لهم لا ما الرئيس مش جاي، انا الرئيس والكرسي ده بتاعي انا. سلسله الانتقام مش بتنتهي وكل مره بهجوم اقوى من اللي قبله. ولو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل في الحلقات الجايه استنونا وما تروحوش بعيد، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. هتوحشونا، باي.